ايه ده؟ ايه السيت اب ده؟ بص، هو الفيديو ده كان المفروض يتصور بره، بس نظرا لسوء الاحوال الجويه عندنا في اسكندريه فقررت ان اعمله في المطبخ. اهلا بيك في مطبخنا العزيز. لو بتسال نفسك ايه الفيديو اللي يخليني ان انا اطلع اصور بره، او ان انا حصل لي ظروف فاضطريت ان انا اصور في البيت في المطبخ، فهو هقول لك افضل سيت اب ممكن تعمله لللابتوب بتاعك عشان تطلع تشتغل مثلا بيه بره او كده. من بدايه من ان انت تجيب الشنطه لحد بقى المحتويات اللي جوه وشويه رفايع كده. خلينا نشاركها معاك واقول لك افضل حاجه ممكن تعملها ايه، وكل حاجه طبعا في الفيديو ده هقول لك بالاسعار وتجيبها منين وكل حاجه. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، وهي الشنطه. بصراحه الشنطه دي من احلى الشنط اللي انا يعني جبتها في حياتي، وبصراحه بحب قوي الشنطه دي. اول حاجه قدامك وهي المحفظه، بس يعني المحفظه ما فيهاش فلوس فارميها على جنب، او انت تعمل كده. تاني حاجه عندك الايربودز، اركنها برضه على جنب دلوقتي لان مش موضوعنا. بعد كده عندك اللابتوب. اللابتوب بصراحه يعني هو ده اصلا موضوع الفيديو. وعندك ازازه الميه، لازم الواحد يشرب كده وبتاع. انت عارف دلوقتي ازازه الميه بقت بكام. وبرضه جيب معاك ماوس باد صغيره كده زي السترايك مي دي، لان هي مهمه جدا عشان الماوس. واكيد شاحن اللابتوب هتنساه، عشان من غيره هتتسوح تسويحه سودا وبتبقى حركه وحشه قوي. في حاجه معربه بقى مش راضيه تطلع، وهو الماوس السترايك مي الجي ام بي 290 بيجي كومبو مع الماوس باد دي. هسيب لك لينك شرائهم تحت في الديسكربشن، وبرضه لينك الريفيو بتاعهم. موبايل النوت 3 عشان وانا قاعد كده حبيت ان اخد شويه نوتس ولا حاجه، طبعا شيء مهم جدا. والهارد عليه داتا، حبيت ان انا اخد منها حاجه او كده، فلا طبعا لازم يكون معايا. وبما ان الكيبورد بتاع اللابتوب تعبان شويه، فقلت اخد معايا كيبورد السترايك مي جي كي 985 كيبورد 60% لذيذ. هسيب لك لينك الشراء بتاعه تحت في الديسكربشن من جيمس تكنولوجي، وبرضه لينك الريفيو بتاعه. وطبعا لازم ناخد سماعه كويسه، وهي سماعه القوي. فبصراحه السماعه دي وايرلس كده كويسه جدا، حلوه جدا. هسيب لك برضه لينكاتها لو لقيتها في الديسكربشن، لان دلوقتي مش متوفره قوي، وسعرها برضه بقى غالي شويه. شايفك اللي بتسال ليه جايب معايا علبه الماوس ووريها لك، لان ببساطه هي مش علبه ماوس عادي جدا وجواها ماوس، لا هي جواها الشاشه السبعة بوصه اللي هي بتاعت درجات الحراره، لو انت فاكرها اللي احنا كنا عاملين لها ريفيو كده من شويه حلوين. فاسيب لك برضه لينك الشراء بتاعها تحت في الديسكربشن، وبرضه لينك المراجعه لو حبيت انت تشتريها او تشوفها، فهتعرف ليه جايبها معايا كمان شويه. ودول كابلين، كابل اتش دي ام اي وكابل مايكرو اس بي عشان اشغل الشاشه على اللابتوب ويكونوا تمام. وبصراحه كابلين كده صغيرين لقيتهم على قد السيت اب. دي كل حاجه موجوده. خليني ارتب كده السيت اب على السريع واجي لك تاني. وزي ما انت شايف ده منظر السيت اب بعد ما رتبته، واعتقد كده انت عرفت ليه انا كنت جايب معايا الشاشه الصغيره دي، وليه برضو كل الكلام ده. اولا كده زي ما انت شايف الشاشه الصغيره بستخدمها وانا في الايديتنج، بحط عليها البريفيو بتاعي عشان اقدر ان انا يكون قدامي التايم لاين كبير، لان شاشه اللابتوب بيكون الموضوع صعب قوي، لان بيكون التايم لاين صغير والبريفيو فوق وكده، فبيبقى الموضوع صعب وبيوجع العين فعلا. تاني حاجه الكيبورد، زي ما انت شايف الكيبورد بتاعت اللابتوب فيها شويه مشاكل وبتعلق شويه، فيعني بغض النظر عن الحكايه دي، فكده كده انا بحب اساسا ان انا اشتغل على اي كيبورد ميكانيكال. ما بحبش الكيبوردات الممبرين عادي، مش برتاح معاها قوي بصراحه، وساعات برضه بتبطل لي شغلي سيكا. تالت حاجه وهي الماوس، وده شيء مفروغ منه، لان الماوس ما اقدرش انا اشتغل من غيره بصراحه. هو ما بيرتاحش مع اي تاتش باد حتى لو هي تاتش باد كويسه، فالماوس بالنسبه لي شيء مهم جدا. رابع حاجه وهي السماعه. فالسماعه طبيعي ان انا يكون معايا سماعه كويسه وبتاع، عشان وانا بايديت اعرف ان اظبط الصوت. حقيقي ده افضل سيت اب لابتوب قدرت ان انا اجربه لحد دلوقتي، وبصراحه السيت اب ده مريحني جدا لما انا مثلا يبقى عندي شغل اوت دور او كده، بعيد طبعا عن اللابتوب الميت ده اللي انا بيشلني في الشغل نوعا ما اوت دور، بس قشطه يعني شغال نمشي الحال لحد ما ان شاء الله نجيب لابتوب جديد. بس حقيقي لو عندك لابتوب لازم ان انت تشتري الكلام ده. هتلاقيني سايب لك كل اللينكات الحاجات دي في الديسكربشن، وتعمل السيت اب ده لان فعلا هينقلك في مكان تاني خالص. وبس كده بعد ما تخلص شغل هتلم الحاجه جوه الشنطه تاني، هتبقى تقيله شويه بس تمام يعني مش قصه، وتاخد بعضك وتروح. بس انا في حالتي هاخد بعضي واخش الاوضه. استنى رايح فين؟ تعالى اعمل سبسكرايب ولايك، وقول لي في الكومنتس نوعيه الفيديوهات دي عجباك ولا ايه الدنيا. اشوفك الفيديو اللي جاي، وسلام.